يوم 1 شعبان قافلين الانستجرام وقافلين الفيسبوك وقافلين التيك توك وقافلين كل ده. وكان بعضهم إذا دخل شعبان أغلق حانوته. يعني ايه أغلق حانوته؟ قفل الدكان بتاعته. يعني لو حضرتك تاجر حر يبقى من قبل شعبان انت بتعمل ايه؟ بتستعد. يعني بتستعد عمال تحوش فلوس على جنب كده علشان لما يجي شعبان انا هقفل الدكان وهكتب عليه مغلق للايه؟ للتحسينات. تحسينات ايه بقى؟ قلبك. ليه؟ مش عشان قاعد طرزان بقى ولا قاعد ينكف في اللي في البيت. حدثني من رأى شيخ ابن قاعود رحمه الله انه كان ليه 60 ختمة في رمضان. او بكلمكم على واحد كان عايش بينا، مش واحد من السلف، واحد كان عايش بينا كان ليه 60 ختمة في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ أمجد، ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة. بكرة يا جماعة 1 شعبان، و1 شعبان يا جماعة يعني صيام بقى يا معالي الباشا. الصيام يا جماعة. انتوا عارفين يا اخواتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوصي بكثرة الصيام في شهر شعبان. قال انه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان بيصوم شهر شعبان إلا يوم أو يومين صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن ده شهر الأعمال بترفع فيه إلى الله عز وجل. وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نبدأ يا جماعة نكثر من الصيام. اللي يقدر يصوم اثنين وخميس والثلاث الأيام القمرية، اللي يقدر يصوم يوم ويوم ماشي، اللي يقدر يصوم الشهر كله إلا يوم أو يومين ماشي. اعمل على قد جهدك في هذا الشهر. بقول لك شهر بيرفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. شوف بقى ربنا عز وجل لما يترفع له العمل بتاعك بتاع السنة كلها هيبقى شكلك عامل ازاي؟ هتبقى انت بتعمل ايه في الوقت ده؟ على الذنوب والمعاصي ولا على الصيام وقراءة القرآن والصلاة؟ فنبتدي يا جماعة بداية طيبة. واللي بيبتدي يا جماعة بداية طيبة في شهر شعبان خلي بالك ربنا بيوفقه رمضان. لأن يا جماعة لو اللاعب نزل لعب على طول في الملعب والله هيتصاب، هيحصل له حاجة مش هيكمل. لكن لما بيسخن ويمرن نفس النظام، انت لما تسخن وتمرن قبل دخول شهر رمضان، والتسخين ده يبقى فين؟ في شهر شعبان، هتلاقي ربنا وفقك في رمضان وأعانك. وكل عام وأنتم بخير. واستعد لشعبان، استعد لشعبان، استعد لشعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.